في 2006 أو قبل 2006 كابتن حسن شحاتة يتولى تدريب منتخب مصر لكرة القدم، المنتخب الأول، وكان جاي بصفة مؤقتة. مشي والحال ماتش في التاني المستوى كويس، كمل. أخد بطولة 2006 أفريقيا 2006 في القاهرة، تمام. دخل بطولة 2008 أخدها باكتساح. دخل بطولة 2010 أخدها باكتساح. 3 بطولات وإنجاز تاريخي ما تحققش لأي منتخب أفريقي قبل كده، إنه ياخد 3 دوري أفريقيا ورا بعض. هتقول لي إيه علاقته بالموضوع؟ هقول لك. اللي حصل في الفترة دي كان في لعيبة كويسة في جميع الأندية. كان لسه الدوري المصري متلوث بالأندية الشركات والمؤسسات والكلام الفاضي، وكان لسه في مواهب في مصر، فده ساعده كتير قوي. بجانب طبعا حماس الكابتن حسن شحاتة وشغله مع الفريق وشخصيته، فعمل جيل لمصر مش هتكرر على مدار تاريخها تاني. يعني الجيل ده أكل الأخضر واليابس، باستثناء الصعود لكأس العالم، وكلنا شفنا السيناريوهات اللي كانت بتحصل في كل نسخة 2006 ونسخة 2010. الأندية بعيد عن الأهلي والزمالك كانت فيها لعيبة كويسة، خامات كويسة، فيها لعيبة جاية، لعيبة غلابة زي حالتنا، شافت الذل والويل، طالعة بطلوع الروح. في الناشئين بتتصعد، مواهب حقيقية بتطلع، شافت زي ما بيقولوا الذل. فاللعيبة دي كانت مقدرة حجم المكان والتيشيرت اللي بتلبسه وبتلعب فيه. فخدنا انجازات في الفترة دي ما حصلتش ومش هتحصل تاني. بعد 2010 دخلنا بقى الثورة والوضع السياسي اللي كانت في البلد، بدأت الكرة في مصر تتدهور، المواهب تقل، الإدارة عموما، إدارة الرياضة في مصر وكرة القدم بالأخص، بدأ يحصل فيه لخبطة ومحدش فاهم حاجة، والدوري مرة يقف، مرة يتلغي، مرة يتكمل، ومرة. فالمواهب قلت. المفروض في الفترة دي، يعني احنا لو اشتغلنا من زمان على نفسنا من 2000